ترحيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري الليلة بدوري الأبطال. يخوض النادي الأهلي مباراة قوية الليلة حينما يحل ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري باستاد 5 يوليو في 9 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم رواند بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتويمانا ومجابا. يدخل الأهلي مباراة الليلة متربعا على قمة المجموعة ب5 نقاط، يليه يانغ أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثا ب4 نقاط، وأخيرا ميديام الغني بنفس الرصيد. وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طوال الفترة الماضية على تجهيز لاعبيه معنويا وفنيا وذهنيا لمواجهة الليلة التي ستكون هامة في مشوار الأحمر بدور المجموعات، حيث يرغب الفريق في حصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية. وشاهد كولر رفقة لاعب الفريق أكثر من مباراة للمنافس الجزائري، منها مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة خلال ديسمبر الماضي التي انتهت بالتعادل السلبي، وكشفت المباريات عن امتلاك شباب بلوزداد قوة بدنية قدرة على اختراق دفاعات الخصوم، لذا طلب المدير الفني للاهلي من لاعبيه عدم ترك مساحات لفريق شباب بلوزداد لعدم الوصول إلى مرمى مصطفى شوبير الذي سيدافع عن عرين الأهلي الليلة لغياب الحارس الأساسي محمد الشناوي للإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في أفريقيا الأخيرة. أهلت الجزائر لخوض مباراة الليلة 22 لاعبا، هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف كريم الدبيس علي معلول أكرم توفيق محمد.